هنعمل مع بعض بلح الشام. قبل اي حاجة هنعمل السيرب. طبعا معانا كوباية سكر كبيرة وكوبايتين مية وعصرة ليمونة ورشة فانيليا. تمام، معانا كوباية سكر كبيرة ومعانا كوبايتين مية ومعانا عصرة ليمونة ورشة فانيليا. لازم السيرب يكون بارد. هنعمله الاول وهنسيبه يبرد على جنب، ويستحسن ان هو يتعمل قبلها بساعتين 3. تمام، هنسيبهم بقى على النار. هنجيب احنا بقى عندنا هنا صينية هنحط فيها 250 جرام مية، يعني مج مية ورشة ملح ومعلقة سكر و50 جرام زيت. تمام، وهنسيب السوائل ديتي على النار. هنقول تاني، معايا مج مية، المج نفسه هعايربه الدقيق برضو، مج مية، رشة ملح، معلقة سكر كبيرة، 50 جرام زيت. تمام، هنحط السوائل دي على النار. مجرد ما تقلب يعني منسيبهاش تقلب كتير. هنزل طبعا بمج الدقيق بتاعي. هنا هو تقلبت، هنزل على طول بمج الدقيق بتاعي ومعاه معلقة نشا كبيرة. هنا بنزل اهوتي وفي ساعتها بقلب. يبقى كوباية مية هي نفس كوباية اللي هعاير بها الدقيق. تمام، وعليها معلقة نشا كبيرة. طبعا انا هنا بقى في الحالة دي هديت النار وبحاول ان انا اقلب عشان خاطر ان انا اعمل العجينة. تمام، هعملها بقى وارجع لكم. طبعا انا عملتها اهوتي، هسيبها بقى تبرد عشان اعجنها بايدي. هنا بردت هيتي وبعجنها بايدي. طبعا انا محضرة 3 بيضات وحط عليهم معلقة فانيليا سايلة اهو، معلقة فانيليا سايلة. هنقل العجينة بتاعتي بقى في طبق او بولة اي حاجة، وهجيب المضرب الكهرباء وهحاول ان انا انزل بيضة بيضة واضرب بالمضرب الكهرباء. هنا انا نقلت العجينة في الطبق اهوتي. هجيب بقى المضرب الكهربائي واحاول ان انا انزل بيضة بيضة واضرب. ضروري الفانيليا السايلة، ضروري مع بلح الشام، ضروري الفانيليا السايلة يفضل عن الفانيليا البودر. ليه الفانيليا السايلة؟ ليها ريحة جميلة وطعمها حلو، وعلشان ما تحسش ما يبقاش فيه زفارة في بلح الشام. بصراحة الطريقة دي جميلة، مفيش ريحة زفارة خالص. ولازم نستنى لما العجينة تبرد خالص وبعد كده ننزل عليها بالبيض. ما نعملش الخطوة دي والعجينة سخنة ابدا، لا، لازم نسيب العجينة تبرد وبعد كده انزل بقى بالبيض واحدة واحدة واضربه بالمضرب. ده فيش مضرب كهربائي، ممكن تعملوها بالمضرب اليدوي او ممكن تعملوها بايديكم. دي تمشي ودي تمشي عادي، مفيش مشكلة. طبعا العجينة مجرد بقى ما بتنزل عليها بالبيض العجينة بتبدأ تلزق معاكي، بس مفيش مشكلة خالص عادي. هتحاولي تلميها وهتجيبي طبعا القمع يفضل القمع القماش. انا جايبه القمع القماش. كده العجينه بتاعتنا جاهزه معانا اهي. هنحطها بقى في القمع القماش وهنجيب بقى زيت. ده القمع القماش. جبنا زيت بقى في القلاية على النار، زيت كتير، زيت كتير، ويكون بارد. الزيت يكون بارد، مننزلش ببلح الشام الا لما يكون الزيت بارد. تمام، انا هنا طبعا انا جبت طبق زيت جنب صغير، بحاول ان انا اعمل صوابعي واقطع بلح الشام. ممكن في الخطوة دي تستخدمي المقص عادي تبليه زيت وتستخدمي المقص عادي، بس انا فضلت ان انا اعمل بايدي
عشان انجز بسرعة. طبعا انتوا شايفين الزيت قدامكم اهوت بارد، بنزل ببلح الشام بارد. بعد كده طبعا انا ببدأ بقى ان انا اعمل النار عليه، بس تحاولوا ان انتوا ما تملوش القلاية بلح الشام خفيف، لان هو لسه هيزيد. انا طبعا مليته، كان المفروض ان انا اقلل عن كده كمان. المقادير دي عملت لي ما شاء الله طبقين بلح الشام حلوين. طريقة سهلة وجميلة ومفيش فيها اي حاجة خالص. المفروض ان انا كنت استكفى بهذا القدر، بس انا بقى نسيت. طبعا انا ولعت النار بقى عليه، هيبدأ بقى الزيت يسخن، هيبدأ بقى بلح الشام يستوى. هتشوفوا دلوقتي هيبدأ يزيد معانا ويملى القلاية. كده اهوتوا زي ما انتوا شايفين اهوتي. طبعا زاد معانا اهوتوا وملى القلاية. كان المفروض ان انا اقلل شوية عن كده، بس انا في المرة الجاية قللت. يعني انا عملتهم على 3 مرات. لو كنت قللت الكمية عن كده شوية كنت انا عملتهم على 4 مرات، عشان بلح الشام يبقى واخد راحته كده. هو بيبدأ بقى يحمر من تحت، بحاول ان انا اقلبه. هستنى شوية وهبدأ ان انا اقلبه. يا ريت ما تنسونيش في اللايك، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك. انا نسرين يوسف، واسمي على اليوتيوب وعلى الفيس يوميات نسرين يوسف. يا ريت تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وتعملوا مشاركة. وما تنسونيش بقى بالكومنت الجميل بتاعكم. وشكرا لكم، جربوها تعجبكم. اهم حاجة اما اطلع بلح الشام من الزيت اسيبه شوية، وبعد كده انزل في السيرب. اما اطلع بلح الشام من الزيت اطلعه في مصفى ينزل الزيت بتاعه، وبعد كده اما يبرد شوية او منزل عليه في السيرب او المحلول او الشيرة اي حاجة. طبعا انا قلت في الشيرة ليه؟ لان انا معايا ناس بتتابعني من برا مصر، فهم عارفين الشيرة اللي هو السيرب. احنا عندنا هنا بنقول سيرب، بنقول محلول اي حاجة. يا جماعة، مجرد بلح الشام ما تطلعوه، ما تحطوش في السيرب على طول، لا، استنوا شوية. انا استنيت شوية وبعد كده قمت بقى حطيته في هوتي زي ما انتوا شايفين. وطبعا تسيبوا السيرب على النار لغاية ما يتقل، ما يكونش خفيف، يكون تقيل. جربوه هيعجبكم. شايفين الجمال؟ شايفين؟ اللهم بارك. جميل. طبعا اللون بتاعه حلو جميل وبيقرمش. جربوه، الطريقة حلوة وجميلة وبسيطة وسهلة ومفيش فيها اي حاجة خالص.
ودي كانت طريقتي في بلح الشام، يا رب تعجبكم. وشكرا لكم حبايب قلبي، وما تنسونيش في اللايك والكومنت، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك، وشكرا لكم.